الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عملوا فيها كده ليه؟ عملوا فيها كده ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. دفعت عشان شرف، دفعت عن روحها، ضحت بروحها عشان شرف، ضحت بروحها عشان شرفها لابن الكلب الكافر. يعمل فيها كده ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم القانون يتعدل، لازم القانون يتعدل. زي ما عملوا فيها ينعمل فيه، زي ما عمل فيها ينعمل فيه، زي ما هو خبطها ينخبط روخن، زي ما قتلها ينقتل روخن. لازم ينقتل، لازم ينقتل. القانون يتعدل. المحاماة والنقابة وكل يقف معانا، وكل يقف معانا عشان خاطر الغلبانة دي. ما كل واحد هيطلع ابنه عنده 14 سنة، عنده 15 سنة، هيقول له روح اقتل. هيعملوا الغلط، هيحرض العيال على الغلط. لكن هم يحوشوا الغلط ده، يمنعوا الغلط ده، يقتلوه عشان الغلط يتمنع، عشان بنتي وبنت غيري وبنت غيري وبنت غيري. لازم القانون يتعدل. ابني كلب واطي خانها، قالها تعالي كلمي والدتي، واحنا ولا عارفين والدته. والدته مدرسه عليها، والدته مدرسه عليها، قالها تعالي كلمي والدتي. والدته مدرسه عليها، قالها تعالي كلمي والدتي عايزاكي. راحت معاه بامانه. يخون الامانه ليه؟ يخونها ليه؟ مش ينفع كده، حرام عليه. لازم القانون يتعدل، لازم القانون يتعدل. والمحاماه تقوم معانا، وكل يقوم معانا يقفوا جنب الغلبان. راحت ضحيه مدرسه العلم الحلو، الطالبه الشهيده حافظه، واخده 3 شهادات تجديد. طالبه العلم اللي راحت دارس ولا يبها ولا عليها. طالبه العلم راحت دارس ولا يبها ولا عليها. ليه يخونها ليه ويعمل فيها كده ليه؟ امال لو مش هما من البلد كانوا عملوا ايه؟ ضحت بعمرها عشان شرفها، ضحت بعمرها. رنا الله يرحمها ضحت بعمرها عشان شرفها. ماتت شهيدة عشان شرفها. رقبت ابوها طويلة عشان هي راحت، عشان ضحت بعمرها عشان شرفها. رنا ضحت بعمرها عشان شرفها، ضيعت حياتها وضيعت عمرها كلها عشان شرفها. ليه يعملوا فيها كده ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الواد يا فندم ليه سوابق قبل كده برضه، تعدى على ناس جيرانه هناك بناته كده، وحصل او اتحلت بالفلوس والحاجات زي دي. عن راسه المعجزين. انا بعتذر على اي لفظ حماتي بتقول معلش انا اسف، بتاسف للناس جميعا، بس غصب عنها هي تعبانه وكلنا تعبانين، بس معلش انا اسف، بعتذر على لفظ حماتي قالته. لان الجنايه ديت اللي عمل استحاله الواد يعملها لوحده، في طرف معاه، لان كلام الواد كله متحفظ. ازاي البنت راحت معاه بصف النيه، لان مامته اخصائيه اجتماعيه عليها وعارفه رنا كويس، وكانت قريبه من رنا وقريبه من الطلبه، فراحت مش كانت متوقعه على الغدر ده. حاولت تعدي عليها جنسيا وبالفاظ بذيئه، قومته وحافظت على شرفها، خلقها غير مبادرها اكتر من 15 طعم. استحاله يكون واحد طفل يعمل كده، غير يعني شوف الكلام، الولد خد التليفون راح رماه في الترعه هنا جنبنا، غير ما خد الكتب بتاعتها والطرحه والكوتشي وولع فيهم في الفرن بتاع الخبيز البلدي بتاع البيت. في واحد هيعمل حاجه زي ديت؟ وغير ما الجثه دنيتها في البيت بتاع يومين، الجثه ما طلعتش من بيته من مكان القتل الا بعد ما رئيس البحث قال لك نفتش البيوت. الجثه من شارع، استحاله الجثه على حسب كلامه بيقول لك جرتها، الجثه ما اتجرتش. استحاله طفل زي ده، زي ما بيقولوا طفل هيجر جثه 200 متر او 300 متر لوحدين، في حد شريك معاه. لذلك انا بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموضوع ذنب بنت في رقبتك يا ريس انت والقضاء والمستشارين وكل واحد. مش تكتموا صوت حضرتك، سيبوا كل حاجه تسمع للرئيس. انا عاوز صوتي يوصل للرئيس. تعديل قانون الطفل يا ريس، حق ناس ابرياء كتير بيضيع. اللي عاوز يعمل جنايه دلوقتي ابسط حاجه يجيب واحد عنده 15 سنه. انا دلوقتي لو فرضنا عايز اخد طار بنتي، ممكن اشوف واحد 15 سنه يقتلهم وهصرف على بيتي. ايوه. فلذلك مش هيبقى في دوله قانون. انا بثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي. يوم الواقعه بقى عرفتوا الخبر ازاي؟ يوم الواقعه بنتي ماشيه الساعه 7:10 منين، والدرس بتاعها بيبقى ميعاد 7:30، طالعه قبل الدرس بثلث ساعه لان في اخر البلد جوه. فمن عادة مراتي ومن عادتنا احنا بنتابع مع بنتي على طول اتصالات، العيل اللي بيطلع تحت الدرس وهي وصلتي طلعتي، فبنتابع معاها. في اليوم ده تليفونها اتقفل الساعه 9:15،
مامتها قالت لي يا عماد رنا تليفونها مغلق، قلت لها اصبري يمكن يكون ايه المدرس اخرهم شويه في حصص يزودوا لهم في الشارع. لقينا اللي عندي الساعه 9 الا 5 ولا 9 الا ربع، مامتها اتصلت على زميلتها بعد ما كل التليفون انا مغلق، زميلتها قالت رنا ما جاتش الدرس. جرينا بقى يا عماد رنا ما جاتش الدرس، جرينا كل واحد من يمه لغايه ما وصلت المدرس قال لي ما جاتش. وانا بجري في مكان الاختفاء واحده من الشارع قالت لي بنتك عدت عليا. بنتك عدت عليا من هنا، وبنت وطلعت على الطريق في توقيت بنت ما طلعتش. بنت مختفيه في المكان ده. في اللي يقول لك عدت وفي اللي قال لك ما عدتش. اتضللت طلعنا بره على الطريق ودورنا هنا وهنا، لان اصبحت كاميرا البريد هي الفيصل بتاعنا. كاميرا البريد هي الفيصل بتاعتنا. واشكر برضو يعني بعض الناس اللي وقفوا معايا برضو اساميهم برضو عشان ايه يبقى ليهم الشكر. طلبتكم ايه يا حاجه قولي لي؟ تعديل قانون الطفل يا فندم. تعديل قانون الطفل، لان مش هيبقى في دوله قانون. الشرطه طالب السلطه التشريعيه تنفض لحاجه زي دي لاي حد من المسؤولين. لو اي حد حصل لحد من عياله القانون هيتغير. يتواصل معاكم؟ ايه؟ محدش حاول من اهلهم يتواصل معاكم؟ اهل مين؟ اهل الولد؟ انا مش عايز حد يتواصل معايا، لان انا عن نفسي مش هسيب طار بنتي. انا بقولها علني، طار بنتي مش هسيبه. لا الحكومه لو مش جابت لي حق بنتي طار بنتي مش هسيبه. مش هنسيب. لان بنتي ونار جايده فينا، ميته متصفيه. نار جايده فينا، انا بقول علني. نار جايده فينا لما نشوف حاجه فين، نار جايده فينا مش هنسيبه. مش هنسيبه. ان الحكومه مش جابت لنا حاجه. احنا انا كبيره في السن اهو، يعدموني. انا عايزه انعدم، انا هعدمهم وهم يعدموني. بس مش هم عايزين واحد كبير يشنقوه ويعدموه. انا كبيره في السن مش عايزه رئيس عبد الفتاح السيسي تعديل قانون انا الطفل. هعدمهم وهم يعدموني. تعديل قانون الطفل. شهاده التقدير اللي انت لسه مستلمها امبارح. لسه مستلمها امبارح. بنتي كانت المفروض تستلم الشهاده دي قبل وفاتها. والله الشيخ جابها لي امبارح عشان خاطرها 12 جزء. كانت منظمه، كانت من الاوائل. بنتي كانت من الاوائل في ادبها واحترامها، عمرها ما احتكت في اي حد وحش ولا حاجه، كانت بتبعد. تلاقي حد وحش تبعد عنه، كانت في حالها. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها. مش نعترض على قضاء الله، مش كانت تستاهل الموت اللي ماتت البشر. لا بنت حافظت على شرفها. لا في ظل ان الواد اتهجم على ناس قبل كده والناس دي خافت ما اتكلمتش. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا قصه مأساويه، واقعه مؤسفه. رنا بنت قريه الابراهيميه التابعه، بنت قرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية، للأسف يعني اتقتلت على يد زميلها. حافظت على نفسها، كان عايز يتعدى عليها وللأسف استدرجها لبيته وللأسف قتلها بطريقة وحشية. كل اللي طالبينه هنا أهل رنا عايزين حقها، عايزين حق بنتهم. شكرا لحسن تعديل قانون الطفل. تعديل قانون الطفل، يا إما إحنا هنطلع لهم هنقتله. لو